بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا. عندنا موضوع اليوم كيتعلق بقضية لامين يامال، وكذلك سنتكلم عن حنا بعل المجبري التونسي، وفي الأخير سنعرج على من سيفوز بتنظيم نهائي كأس العالم. ما تنسوناش دعمونا باللايك والبارطاج مع الأصدقاء ديالكم والأحباب ديالكم، شي كومونتير تسألوا فيه أو تعطوني شي معلومة، واللي ما دارش ابوني فضلا يدير لنا شي ابوني. اذا رجعت القضيه ديال لامين يامال في الصحافه الاسبانيه والصحافه المغربيه، لانه هو ما غيكونش الان حاضر مع المنتخب الاسباني في المباراتين المؤهلتين الى الاو 24. هاد القضيه هذه كتب فيها القيل والقال. هي في البداية نادى عليه المدرب ديال المنتخب الإسباني، كانت عنده إصابة في العضلة الخلفية. برشلونة أرسلت المنتخب الاتحاد الإسباني بأن اللاعب مصاب، لكن الإسبان يعني ما تاقوش فيهم وألحوا على أن يأتي، لأن من حقهم قانونيا أنه يمشي لعندهم ويدير الفحص الطبي. عندهم ودار الفحص الطبي وتأكدت الإصابة وعاد إلى برشلونة. من هنا بدأت الأبواق الإعلامية الإسبانية تتكلم على أن المغرب وفوزي القجع يعني كي يغرون اللاعب بالأموال الطائلة، وهذا غير صحيح ونفته الجامعة الملكية المغربية كما ستشاهدون في الإعلان اللي غنوضعه لكم. حتى بعض المغاربة بداو رجع التداول على لامين يامال ملي كان اللاعب المغربي اللي كينشط، الشاب اللي كينشط في بايرن ميونخ وهو اصلا من لاماسيا ديال برشلونة، ادم ازنو، ملي كان دار في الانستغرام ديالو هو لابس القميص ديال المنتخب الوطني وفرحان بانه غادي يرجع للمنتخب الوطني، لانه كان في المنتخب الوطني قبل من في اقل من 15 سنه. فكيف ما شفتوا كاملين لامين يامال ليموجي اللي دار ليه هي معبره كل وشنو تيقول. انا كناخذ منها دلالتين. الدلاله الاولى يا اما انه يقول له بانك يعني فاجأتني بهذا الاختيار ولم يكن اختيارك صائبا، و يعني الدلالة الثانية هي أن الطفل اليافع يامال لا زال متأثرا بأصوله المغربية، يعني راه باقي متأثر، ولو كان ما كيهموش الأمر ما غيوصلش هاد المسألة، هاد الأخذ والجد. أشنو راه غادي يوقع؟ غيوقع امرين اثنين في هذه القضيه. ازنو غيرد عليه: سعادتي كبيره بان اكون مجددا جزءا من المنتخب المغربي، يعني مجددا لانه كان في من قبل. وكتعرفوا بان سعيد شيبه قد راه دعاه للمنتخب اقل من 17 سنه اللي غادي يشارك بماربيه مع انجلترا وكوريا ونادي مالاغا. ولكن كان رد اخر من اللاعبين ديال اتلتيكو دو مدريد اللي كيلعبوا في المنتخبات المغربيه، ردوا عليه ايضا هما بالترحيب، رحبوا به، يعني راك مرحب بك في منتخبنا المغربي. اذا حتى لا نطيل في هذا الموضوع، لامين جمال كيبقى ولدنا، ولد شاب مغربي. الا اختار المغرب فمرحبا به، ما اختارش المغرب واختار اسبانيا فله الحرية التامة، ونتمنى له التوفيق بإذن الله. وندوزو الموضوع الآخر اللي هو كيتعلق بحنا بعل التونسي، الذي أنا شخصيا أعجبت به لما ذهب مع المنتخب التونسي إلى كأس العالم. كان مازال صغير وكان مازال شاب، وحتى أنه ما كانش تلعب بزاف، ولكن من اللمسة ديالو عرفت بأنه لاعب له مستقبل، وخصوصا انني لما عرفت انه في مانشستر يونايتد هذا اللاعب عنده مستقبل. وبين قوسين
المنتخب التونسي من أقوى المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا. تذكروا كلامي، من أقوى المنتخبات المشاركة في هذا الكان القادم. يعني منتخب مهيكل منظم، عنده تكتيك تيلعب به تيحافظ عليه، ولاعبين يعني مخضرمين مع شباب مؤطرين بمدرب يعرف يعني كيعرف اشنو كيعمل. تأكدوا من هذا الكلام. المنتخب التونسي من أقوى المنتخبات المشاركة في الكان القادم. نبقى مع حنبال. حنبال المجبري لاعب تونسي عمره 20 سنة، ولد في 21 يناير 2003. لاعب أتنبأ له بمستقبل ظاهر، وأتابعه منذ مدة، وسأتابعه هو وعدد من اللاعبين من شمال إفريقيا الذين بدأوا يبرزون في أوروبا. هذا اللاعب هذا سيكون من طينة الكبار، من طينة محرز وصلاح وحكيمي وزياش. وتونس الآن عندها منتخب قوي، وعندها حتى لاعبين شباب قادمين، وسيكون لها شأن بهؤلاء اللاعبين، وستكون منافسة قوية جدا في شمال إفريقيا بين المغرب والجزائر وتونس. نذهب إلى نهائي كأس العالم الذي نتمنى أن يكون بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، حيث أن إسبانيا هيئت ملعب مدريد الذي لا يتجاوز تعداد المقاعد فيه 87,000، وبرشلونة هيئت ملعب 105 لا زال يعني قيد الإنشاء، 105,000 ملعب. لكن المفاجأة جاءت من عند فوزي القجع. فوزي القجع كان واضع ملف مشروع الملعب، وحنا كنا تنقولوا علاش هذا الملعب ما بغاش يبدا، علاش هذا الملعب ما تهيأش، علاش هو كانت عنده هذه النظرة. هما بداو تيتكلموا على عدد المقاعد في هذا الملعب، في هذه الملاعب تاع النهاية. هو الآن دار لهم ملعب فيه 113,000 مقعد، يعني لا يوجد في إسبانيا ملعب بهذه السعة. إذن ننتظر اجتماع 18 أكتوبر القادم، الخميس المقبل، الذي سيتم فيه تداول يعني عدد المباريات والنهاية ونصف النهاية أين سيكون وأين. إذن حسب التسريبات البرتغال ستنظم 24 مباراة، وربما فيها مباراة ربع نهائي ومباراة نصف نهائي. إسبانيا والمغرب سيكون لهما المباريات بالتساوي، يعني واحد غياخد 38 مباراة والآخر 39. الفارق هذيك المباراة ديال النهاية هي اللي غتكون عندها الفارق. أما هما اتفقوا على 38 وخلاو مباراة النهاية للتفاوض. هذه حسب التسريبات. نتمنى أن نحقق هذا الحلم ونفوز بتنظيم النهائي، خصوصا أن المغرب، الاتحاد المغربي أو الجامعة الملكية المغربية، في يعني الملف ديالهم تيقولوا بأن إفريقيا كان فيها النهائي 2010 آخر نهائي، على عكس أوروبا اللي كان فيها في 2018 في روسيا. ثم أن المغرب لم يسبق له أن نظم أي نهائي لكأس العالم، وإسبانيا سبق لها أن نظمت نهائي 1982، بالإضافة إلى سعة الملعب التي نتكلم عنها وأشياء أخرى. نتمنى أن نفوز بهذا التنظيم. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.